السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ان شاء الله من عجينه واحده 6 انواع من مخبوزات الافراح. بما ان المدارس على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل من عجينه واحده القرص الطريه والقرص بالسكر والسمسم والسميد، وهنعمل كمان البقسماط والعيش الفينو والكحك المتضفر. وهنقول كل اسرار العجينه الهشه بتاعه الافران اللي ريحتها تملى البيت عندك كله. طبعا انتوا لما بتمشوا كده في ريح المخابز او المحلات اللي يعني بيبقى فيها المخبوزات، بتشموا ريحه حلوه قوي طالعه من المخبوزات بتاعتهم. ان شاء الله هتشمي احلى ريحه لما تيجي تعملي المخبوزات دي. بجد ان شاء الله هتنبسطوا من الفيديو ده. النهارده بعجينه واحده بس هنعمل كل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان هتكون اقتصادية معانا، من غير زبدة، من غير كمان لبن بودر، ومن غير سمنة، من غير بيض. عجينة اقتصادية خالص وهشة وتحفة زي ما انتوا شايفينها زي القطن. ازاي شايفين؟ ما شاء الله. كل المخبوزات دي ان شاء الله تعمليها لاولادك بقى في المدارس كده، ان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. قبل ما ابدا الفيديو يا بنات، احب اشكر كل اللي دخل عندي جديد. ان شاء الله كده احنا تمينا ال2000 اخ واخت. يا رب كده عقبال ما يبقوا ال10,000 بدعمكم ليا. انتوا مش متخيلين والله قد ايه ان انا بتعب في القناه، وبس محتاج ان انتوا تدعموني كده وتضغطوا على اللايكات على الفيديو بتاعنا عشان غيرنا يستفيد. وان شاء الله لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه، يا ريت تشتركي وتشيري الفيديو مع اصحابك. ويلا بقى نبدا ونسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه يا بنات، معايا البوله بتاعتي وحطيت فيها كوبايه من الميه الدافيه، ونزلت بمكعب كبير من الخميره البيره. لو مش متوفره عندك يبقى كيس خميره فوريه. اول حاجه زي ما انتم متعودين معايا في المعجنات، بنعمل اول خطوه ودي اهم خطوه، بتطلع معاكي المعجنات بسم الله ما شاء الله زي ما شفتها في اول الفيديو كده هشه خالص. هنحط الاول معلقه ونص من الملح، وهنحط معلقتين كبار من السكر، وهنقلب كويس الكلام ده كله بمضرب يدوي كده عادي. نخلط بس ايه الخميره بتاعتي دي انا بحطها في الفريزر. يعني بيبقى عندي كميه كده بحطها في الفريزر. لو مش متوفره عندك قلتلك الخميره البيره، يبقى خميره فوريه، كيس خميره فوريه. ماشي، هنقلب كويس. حطيت هنا كوبايه من الدقيق عليهم، وهتقلبي برضو، وهتسيب الخليط بتاعنا ده تغطيه ربع ساعه او 10 دقايق لغايه اما تشوفي الخميره بتاعتك اتفعلت، وتحسي كده ان القوام تقل معاكي. يبقى هي كده الخميره شغاله معاكي وهتطلع معاكي عجينه ممتازه. هتحطي بعد كده معلقه من الخل ونص كيس من البيكنج باودر. الخطوه دي مهمه قوي. شايفين البيكنج باودر بيتفاعل مع الخل ازاي؟ حلوه قوي الخطوه دي، بتخلي لك العجينه هشه قوي مرتفعه كده، العجينه بتاعتك بتبقى زي القطن كده. بس كده. بعد كده هتحطي ايه كوبايه من اللبن. اللبن الدافي، يكون اللبن دافي مش مغلي عشان خاطر ما يموتلكيش العجينه بتاعتك. وهنحط كمان يا بنات كده الدقيق بتاعنا. انا حطيت كوبايتين ونص من الدقيق، سبت النص التاني اما اشوف العجينه بتاعتي هتحتاج معايا دقيق تاني ولا لا. تعملي حسابك كده ان انتي ما تضيفيش الدقيق كله، عشان ممكن في انواع دقيق بتختلف عن التاني. نوع الدقيق اللي انا مستخدماه هنا جميع الاغراض. لو انتي حابه تستخدمي اللي هو دقيق المخبوزات بيكون افضل واحسن، يعني مليون مره بيطلع معاكي الصراحه المخبوزات تحفه. حسيت كده ان العجينه لسه لينه معايا ولسه بتلزق في ايدي، فقمت ايه حطيت كمان النص كوبايه اللي كانت فاضله من الدقيق. خلاص بعد ما عجنت كويس، بعد ما الدقيق اختفى خالص، فقمت حاطه ربع كوبايه من الزيت. ما تخافيش الكوبايه دي مش كبيره، ده كوبايه القهوه الصغيره خالص، حطيت منها ربع كوبايه، ربع كوبايه من الزيت. بس كده. وهتفضلي تعجني كويس. اهم حاجه في العجينه دي ان انت تخدميها في العجنه كويس اوي اهو، بايديكي الاتنين كده، وهتفضلي تعجني فيها لغايه اما تلمي معاكي كلها وتبقى عجينه ملمسها ناعم خالص. العجينه مش بتكون طريه لدرجه ان هي بتلزق في ايدك ولا تكون لابسه، عشان ما يطلعش المعجنات ناشفه معاكي. بتكون بس بصي انت بتعجني كده وتحسي كده ان هي ثابت من ايديكي، بس في نفس الوقت بتكون طريه زي كده اهو. شايفين؟ انت بتفضلي تعجني فيها لغايه ما يبقى ملمسها ناعم بالشكل ده، تطلع معاكي العجينه حلوه قوي. هتغطيها بقى الاول بكيس. اهم حاجه تدهني الاول الكيس كده بمسحه من الزيت عشان ما يلزقش في العجينه لما نيجي نشيلها. بس كده هتسيبيها بقى ما شاء الله. شايفين؟ هتسيبيها كده نص ساعه او حاجه، الجو بيبقى حر وهتخمر معاكي على طول، مش هتغيب معاكي. شايفين بقى؟ دي احلى حته انا بحبها في العجين الصراحه، البوكس ده. بس كده خلصنا العجين بتاعنا وخمر. تعالوا بقى نكوره كده. اول حاجه هنكور معانا الصينيه ديت، وهنسيب، يعني احنا هناخد جزء من العجين هنكوره، والجزء التاني هنعمله ايه حاجة تانية هتشوفوها دلوقتي. حجم الكرة بتكون يعني متوسطة، مش لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي.
وبعد كده هتسيبيهم بس على جنب كده لغاية اما نشوف نص العجينة التانية هنعمل بيه ايه. هنحط بس رشة دقيق كده على المفرش بتاعنا، وهنجيب النص التاني هنقطعه كده ايه، بأي حاجة عندك يعني، سكينة او اي حاجة هتقطعيه بالشكل ده بالطول كده. هنقطعه على شكل اصابع طويلة كده عشان نعمل بيه ايه، اول شكل هنعمله معانا من المعجنات بتاعتنا اهو بالشكل ده. هنجيب اول قطعة معانا كده وهنبططها بايدينا عشان نفرغ منها الهواء، وبعد كده نبرمها. لو حسيتي كده ان في حاجة سن التلزيق او حاجة يعني حاجة بسيطة من الدقيق بسيطة خالص، بس كده هتعمليها زي التمانية كده، وهتيجي ايه لفها على بعضها. هتجيبي الطرف الاولاني على التاني هتعمليها زي ايه ضفيرة واحدة كده، بس كده. ده بيكون الكحك المتضفر بقى اللي بتشوفيه في الافران، ده بتبقى صغيرة شوية، ممكن تكبري عن كده. هتحطي بقى على الصاج اللي هتشتغلي فيه على طول على الفرن عشان هو اللي بنخمر عليه. بس لو حابة تمسحي مسحة بسيطة كده للصاج بتاعك لو بيلزق او حاجة من الزيت امسحي. بس كده تعالوا بقى نعمل الشكل منها الكبير. عملنا في الاول الصغير، تعالوا بقى نعمل الكبير اهو. هتعمليها زي التمانية كده وهتلفيها على بعضها، والحرف الاخراني هتجيبيه على الحرف الاولاني وتلزقيهم في بعض. بيبقى شكلها حلو ازاي، بيبقى شكلها جميل كده. بس هنسيبهم بقى ايه في ريح بعض. خلي مسافة بين التانية واختها كده عشان ايه لسه هيختمروا معانا، ولسه برضه هيدخلوا الفرن ما يلزقوش في بعض. تعالوا بقى نعمل اللي هو الضفيرة. هتعملي 3 كده من 3 صوابع كبار كده او 3 رولات كبار كده، او بتسبيهم بايه هنلفهم كده. وبعد كده هتجيبيهم بالطول قصادك وهتلزقيهم اول لزقة كده من فوق، وبعد كده هنعمليهم زي الضفيرة كده اهو، زي ما بتضفري شعر بنتك بالظبط، مفيش اسهل من كده. اول حتة لزقناها من فوق، وبعد كده بنتحكم بقى ايه في الضفيرة بتاعتنا تعمليها سهلة خالص اهو بالشكل ده. وهتجيبيها بقى على بعضها الطرف الاولاني على الاخراني، وهتدخليها في بعض كده او تلزقيها في بعض، بتكون ده شكلها. خلي بقى الحجم الكبير مع الكبير عشان ايه، السوا بتاعك بتاع في الفرن يعني. ده بيكون بقى الضفيرة منها الحجم الصغير، حابة انت تعملي كبير حابة تعملي صغير ده بيرجعلك اهو، مفيش اسهل من كده. وهتجيبيها وتلزقيها في ريح بعض كده ايه عشان ما تفكش معاكي، بس كده. تعالوا بقى نعمل تاني حاجة من المعجنات بتاعتنا. هنعمل السميد اهوت، بيكون سهل برضو سهل خالص. هتفردي كده هتخرجي الهواء من العجينة بتاعتك، وبعد كده تلفيها، وبعد كده ايه تعمليها زي الكحكة كده. وهتجيبي بقى الشكل بتاعها اللي بيبقى صبعين كده عليها من فوق زي علامة الزائد كده اهو، بس من تحت بقى هتلزقيهم من تحت كده مش من فوق عشان يبقى شكلها حلو، بس تبقى سهلة كده. وبرضو هتعيني بقى الكحكة بتاعتك كده وهتحطيها ايه وتلزقيها برضو من تحت بالشكل ده، وهتبقى السميدة بتاعتك حلوة اوي اهو، مفيش اسهل من كده. حابة تعمل منها الكبير او الصغير. هنعمل تالت حاجة اهو من الانواع بتاعتنا. هنعمل البقسماط برضو، هتلفيه كده هتخرجي منه الهواء عشان ما يبقاش ايه، فيه فراغات بس. وهتلفيه بيبقى الصباع كده بالشكل ده، حبة كبير برضو حبة صغير على حسب الحجم اللي انت حباه. بس انا ايه عملت كده على حجم الصينية اللي معايا اهو. بس حاولي ان انت ترفعيه عشان خاطر ما اللي هو لسه هيخمر يعني، ماشي. بيبقى سهل خالص مفهوش اي مشكلة اهو. بنفس العجينة عملنا بيها كل حاجة. تعالوا بقى على رابع نوع معانا. هنعمل ايه العيش الفين اهو بنفس العجينة. شايفين اول حاجة كده هتجيب الطرف الاولاني هتلزقيه كويس، وبعد كده هتلفيه، وبعد كده تقفلي كويس عشان ما يفتحش معاكي ساعة ما يختمر ممكن يفتح معاكي. وبسكينة كده حابة تعملي الشرط دي من فوق بالسكينة معاكي كده، حابة تسيبيه سادة كده براحتك برضو اهو. هتفردي بس بالطول وبالعرض كده لغايه اما ايه تفرديه كويس كده، وبعد كده هتجيبي الطرف الاولاني تلزقيه كويس، وبعد كده تلفي وتقفلي. بس بيكون مفيش اسهل من كده اهو.
بتعملي بالسكينه كده قبل ما يخمر، عشان خاطر ايه ما تخرجيش منه التخمير كده. خامس حاجه معانا وهي القرص برضو الطريه. آه هتفرديها بس فردة بسيطة خالص، ما تضغطيش عليها بالنشابة عشان ايه ما تفردش معاكي قوي، وتبقى معاكي السمك بتاعها حلو. برضو كده هتحطيها في صاج لوحدها، كل حاجة في صاج لوحده كده عشان ايه التسوية يبقى مظبوط. معانا هنا برضو خامس حاجة هنعمل القرص اهوت اللي هي بالسكر، بس هعملها النهاردة مش بالقرفة بقى. انا هحط لها هنا كاكاو عشان عندي الولاد ايه ما بيحبوش القرفة، فانتي لو بتحبيها ولادك بيحبوها حطي، هيبقى سكر وقرفة. بس انا حطيت هنا سكر وكاكاو، صدقيني هيبقى طعمها حلو قوي. وعندي الولاد احلى نوع حبوه اللي هو بالسكر والكاكاو ده، ان شاء الله ولادك هيحبوه قوي. هتفردي الكرة بتاعتك كده وهتحطي فيها السكر والكاكاو بتاعنا، وهتديها بس شكل كده. لو حابة هتطبقيها على ايدك شوية كده، بس تضغطي عليها ضغطة بسيطة، وبعد كده ايه بشكل بالسكينة وخلاص كده اهو. لو فتحت منك عادي مفيش مشكلة، بس ما تحاوليش برضه ان هي تفتح منك قوي عشان ايه ما تتحرق في الفرن. بس كده بصي بتفتحيها وتحطي بقى معلقتين 3 كده، عشان بس ما تزوديش عشان خاطر ما تخرجش معاكي. وهتقفلي عليها كويس وهتبططيها على ايدك بشكل بسيط كده، وبرضه هتحطيها على الصاج بس كده. بعد ما يخمروا معانا كويس هنجيب بقى اللي احنا هندهن بيه، الخليط اللي هندهن بيه. هنحط هنا معلقتين كبار من اللبن، عليهم بيضة، بيدي لون حلو قوي للمعجنات بتاعتك. بس شايفين بعد ما خمر ما شاء الله، بتكوني مشغله الفرن على اعلى درجة عندك من فوق ومن تحت. بتدهني كويس الصاج بتاعك كده، وهتبدأي ان انتي بس بالراحة عشان خاطر بفرشة كده، عشان خاطر لو ايه لو اتكيتي قوي ممكن تخرجي منه الهواء ويهبط منك تاني، يعني كل التخمير اللي انت عملتيه ده يطلع منه. انتي بالراحة كده وانتي بتدهني معاكي. او عندك مثلا بخاخة ممكن تحطي بيها، مش حابة تحطي بيض ولبن ممكن تحطي مية بسكر وترش بيها. ممكن تحطي لبن بس ترشي بلبن بس، ومش حابه تحطي سمسم بلاش. انا حطيت هنا سمسم، وحطيت هنا على اللي هي المتضفره دي حطيت عليها سكر، بتكون جميله اوي الولاد بيحبوها، او اللي هي بيبقى عليها سكر دي. بس كده ده اول صاج معانا هندخله بقى الفرن. وهنا كمان عملت هنا البقسماط بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم كده رفعي عن كده عشان خاطر ما هو لسه بيختمر، ما يختمرش بالشكل ده. فانت رفعي عن كده عشان ايه ما يختمرش معاكي قوي. بس برضو هتدهنيه وهتحط عليه السمسم بالشكل ده. الدهن بيبقى فايدته ان انت لما تيجي تحطي السمسم عليه، السمسم ما يلزقش ما ينزلش منه ويفضل لازق عليه على العجين. شايفين العيش الفينو ما شاء الله. زي ما قلتلك كده حاولي ان انت تسيبي فراغ بين كل حاجة والتانية عشان ما يلزقوش في بعض، عشان زي ما قلتلك العجينة بتنفخ معاكي الجو حر فايه بتخمر معاكي بسرعة اهو. برضو حطيت عليهم دهنتهم وحطيت على وشهم سمسم. عايزه اقولك في التسويه معاكي، التسويه بتكوني مشغله الفرن على اعلى درجه، بتسيبيه لما يسخن خالص، وبعدين تدخلي المعجنات بتاعتك في الرف الوسطاني، بتشغلي من تحت بس، بتكوني مطفيه الشوايه وهياخد اللون الحلو ده معاكي على طول. لو حاسه ان هو ما خدش اللون الحلو بتشغلي له الشوايه. لو انت بتشتغلي في الفرن الغاز برضه هتشغليه من قبلها تخليه يحمى خالص، وبعد كده تهدي النار، يعني تهدي النار وسط، يعني مش عالية قوي ان هو يتحرق معاكي، وبرضه مش هادية ان هو ينشف معاكي، فاهميني؟ فانت تخلي التسوية معاكي مظبوطة عشان تطلع معاكي النتيجة حلوة، وياخد معاكي اللون في الاخر لون حلو. بس كده خلصنا الكمية بتاعتنا كلها ودهناها وحطينا سمسم. زي ما قلتلك لو مش حابة السمسم بلاش. ودي برضو هدهنها اهوت وهحط عليها سمسم، والتانية دي هحط عليها سكر، بتكون حلوة اوي بالسكر زي ما قلت لكم كده، اللي هي السميد دي بتكون حلوة برضو عليها سكر كده اهو بالشكل ده. ما تخافيش السكر مش هيتحرق ولا حاجة، انتي مشغلة الفرن من تحت وبتسيبيه لما ياخد اللون الحلو بتاعه، بتكون ما شاء الله. شايفين اللون الحلو بتاعه عامل ازاي؟ شايفين المعجنات طالعه لونها حلو وممتاز ازاي اهو؟ ما شاء الله ان شاء الله طلعي معاكي احلى معجنات. بصي ريحتها بتجيب البيت كله، بيكون عارفين بيبقى ريحة المخبوزات في البيت حلوة قوي، وبتبقى جميلة برضو الولاد بيحبوا الحاجات دي قوي.
اهو توفري شوية من برا، يعني منشتريش كل حاجة من برا كده، تعمليها انت. شايفين بقى اللي بتبقى اللي من جواها سكر ومن جواها كاكاو بتبقى عاملة ازاي؟ تحفة. الولاد هيعجبهم اوي ديت. اعمليها ان شاء الله، واعملي كل المخبوزات دي ان شاء الله تطلع معاكي تحفة ان شاء الله للمدارس كده. تبقى حلوة اوي. لو انت حابة تعملي اللي هي جواها قرفة، سكر وقرفة، تبقى حلوة اوي برضو معاكي. شايفين برضو القرص الطرية عاملة ازاي؟ ما شاء الله تحفة. وفي تركاية كمان كده نسيت اقولك عليها، بعد ما تخرجي الصينية من الفرن، في بخة مية كده في بخاخة، وتيجي بخاها مية بسيطة كده، وتيجي مغطية عليها، تطلع معاكي طرية وتحفة كده. شايفين العيش الفينو ما شاء الله؟ يعني تبارك الله، حاجة كده تفتح النفس في فطار بقى، في عشاء، تعمليهم وتحطيهم في الفريزر عندك، هتخرجيهم معاكي كأنهم لسه صابحين وعاملاهم لسه دلوقتي. شايفين ما شاء الله؟ كل المخبوزات بتاعتنا طالعة طرية وتحفة ازاي، قطنية وهشة، وما شاء الله عليه، احلى من مخبوزات، احلى من الافران كمان. يا رب كده يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة. متنسوش تفرحوني بلايك وشير مع اصحابكم، ولو انت لسه مشتركتيش في القناة ياريت تفرحيني بالاشتراك بتاعك، وهبقى سعيدة لو كتبتيلي كومنت حلو منك. يا رب كده اشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم.